السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة تحسن بها الأخلاق وتيسر بها الرزق وتدفع بها المشاق وتملأ منها الآفاق، وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة دائمة من يوم خلقت الدنيا إلى يوم التلاقى. وصلنا بناتك عزيز وخلق. كل سنة وانتم طيبين وبأسعد حال. في معايا مشكلة، فأتمنى انك انتوا تتفاعلوا عليها يعني وتقولوا يعني المفروض ان كانت تعمل ايه. صاحبة المشكلة بتطلب منكم انكم انتوا تساعدوها. صاحبة المشكلة ديت عندها 18 سنة وعايشة في قرية. هي يعني ليهم هما بيت ولي بيتهم بيت عمها. يعتبر يعني بينهم شارع صغير أو في نفس المكان، وبين البيت دوت بيتهم وبيت عمها في منظرة. المنظرة ديت استراحة وكده، فبتروح انها تقعد بتلعب فيها، يعني بتقعد تتسلى فيها، تقرأ قصة اي حاجة. فكان ليها ابن عمها، فكان فقعد بقى يقعد يتكلم معاه كده لغايه ما عدت عليها، وهي حاولت تقاوم بكل حاجه بالصراخ وبكل حاجه، لكن ما قدرتش انها تقاومه لغاية ما أغمى عليها. وبعد كده راحت أخدت بعضها وراحت دخلت البيت عندها وغرفتها قفلت. وبعد كده وقعدت تبكي ومش عارفة تعمل ايه ولا تشوف يعني ايه هيبقى مستقبلها، وكانت الدنيا سودة بالنسبة لها جامد جدا. المهم ابن عمها بجحته بقى منه لله الله يسهله، راح قال لباباها ان هو شاف البنت ديت مع واحد في المنظرة، وان هو كانوا بيعملوا حاجة مش حلوة. المهم راح بابا اخد شومة كبيرة ودخل عليها الأوضة، وراح قال لها ده ابن عمك بيقول عليك ان انا شفتك ان هو شافك مع واحد. البنت ما كانتش عارفة ترد ولا عارفة تعمل اي حاجة خالص يعني، وكان كل عليها انها تبكي تبكي. فباباها قرر ان يجيب واحدة تفحصها وتشوف ان هي كانت بنت ولا لا. فهي قعدت تصوت ومامتها تاخدها في حضنها وعياط وتبكي تبكي كتير جدا. وفعلا الست جات انها تفحصها، وفعلا لقيتها انها قالت لها وانتي متزوجة ولا ايه. فراحت قعدت تبكي تبكي، ما كانتش بتعمل حاجة الا بتبكي خالص. المهم راح ابوها راح مسكها، راح قعد يضربها. قال ان هو هيجوزها او يعني يشوف لها عريس. راح حكى لاخوه، اخوه قعد يقول له تخلص منها وكده. راحت والدتها والبنت قعدت تبكي لامها وتقول لها صدقيني هو اللي عمل فيا كده ابن عمي دوت. وفعلا مامتها صدقتها، وقعدت امها تبكي على حال بنتها. وراحت قالت لها انا عندي مكان، انا ده ورثي، وانا كنت مخبيه عن باباكي في شقه. فراحت ودتها الشقه ديت انها تقعد فيها. وفعلا بنتي راحت قعدت ومامتها بقى روحت. قعدت بقى ابو البنت قعد يضرب مامتها ضرب مبرح جدا، وفي الاخر راح طلق مامتها. ومامتها كانت في المستشفى. اللي كانت بقى هي قاعده في الشقه دي كانت بتقول لكم يعني كانش فيها اي حاجه خالص. وبعتت لها واحده صاحبتها انها تشوفها هي محتاجه ايه، طلبات ايه، وتطمنها وكده. المهم راحت الأم لما خرجت من المستشفى راحت لها في المكان دوت، وقعد والدها يقعد يدور عليها علشان ينتقم منها ويقتلها. والبنت كملت الحمد لله تعليمها وتخرجت كمان، لكن علشان هي كانت مظلومة فربنا كان واقف معاها الحمد لله. واشتغلت معيدة في الجامعة. وابن عمها عرفت ان هو حصل له حادثة واتشل وقاعد على كرسي متحرك. وباباها اللي طلق مامتها ان هو اتجوز واحدة تاني، والواحدة شافها انها بتخونه فطلقها، وحاول ان يرجع لمامتها فهي رفضت. وتعرفت على دكتور معيد في الجامعة حبها بجد، وحاولت تقرب لها كذا مرة وتقدم لها، بس هي عمالة ترفض ومش عارفة انها تاخد خطوة ايجابية من ناحيته. هي بتقول عليه ان هو كويس جدا وكل حاجة، بس هي مش عارفة انها تصرحه ازاي او تقوله ازاي انها هي مش بنت. فكل يوم عمالة تبكي ومش عارفة انها توصل لحل انها تعرفه ازاي ان هي فعلا مش بنت وان هي كانت مجني عليها. فياريت لو حد عنده اي طريقة انها تصرحه بيها من غير ما تخسره، لان هي فعلا حبته
ومش عايزة تخسره، وهي كل اللي فيه ده كله دوت غصب عنها، الظروف هي اللي حكمت عليها كده هوت. بس الحمد لله ربنا وقف معاها لغاية ما اتخرجت وبقت حاجة كويسة في المجتمع. بس مش عارفة تواجه يعني تربط بين الماضي للحاضر. فياريت يعني تساعدوها، واكتبوا لنا في الكومنتات تحت. متنسوش تعملوا لايك عشان يوصل لكل حبايبنا، وتعملوا لنا اشتراك لو انت اول مره تشوفوا قناتي انا يومات ام وفاءات. اوعي تنسي تصلي على النبي، وكمان تحطي لي لايك. وده كان غدا النهارده وقصه النهارده. اتمنى انك انت يا رب يعجبك طريقه السمك دوت. وفعلا السمك كان جميل جدا بجد، يعني كان ده سمك مكرونه بلدي تحفه خالص، وكان واكل سمك، يعني هو السمك بيتغدى على سمك، فطعمه بصراحه حكايه وروايه كمان، يعني حكايه وروايه. وطريقته زي ما انتوا شفتوها، امشوا على الخطوات بالظبط هتعجبكم. ما تنسوش تحطوا له لايك وتدعموني وتكتبوا لي كومنت حلو، واشوفكم بخير. شايفين؟ اتفضلوا بقى معايا، شايفين مقرمشه ازاي وطالعه؟ الطريقه دي جميله جدا. وطريقه انك انت تبدريه او تحطيه في الدقيق في الكيس ده تحفه تحفه بصراحه، بتخليه ان هو الدقيق يمسك فيه اكتر. وتفضلوا معانا، وكل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم الأيام بالخير والفرحة والسرور يا رب العالمين. واشوفكم في فيديو جديد في يومات أم فؤاد أحلى، وبيكو هتكون أحلى وأحلى وتحلى وأحلى وأحلى. باي باي، واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله حبيب قلبي. وانتظروا فيديو جديد بإذن الله تعالى. باي باي.